ازيكم عاملين ايه؟ لو نفسكم بقى تعملوا وصفة من وصفات المطاعم او ساندوتش من سندوتشات المطاعم بأقل وقت وأقل مجهود وكمان أوفر وأنضف من المطاعم بكتير، ويطلع معاكم مليان صوص وجوسي. تعالوا أقولكم ازاي تعملوا الساندوتش الجميل ده. في أقل من تلت ساعة إن شاء الله هيكون جاهز ويطلع معاكم بالجمال واللذاذة دي. بس لو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. بصوا بقى كمان بوريكم من كذا زاوية يعني شكله عامل ازاي، جميل جدا جدا. وهنا لما طلع من الفرن بصوا لونه جميل وخطير ازاي. وكمان هوريكم قد ايه هو طري من غير ما ندهن طبقات الجلاش بقى بسمنة او زيت او زبدة او الكلام ده. طلع طري جدا. اول حاجة بجيب السوسيس بتاعي وهو ني وبقطعه حلقات بالشكل ده. بصوا السمك ده حلو خالص. وهبدأ اكمل باقي الكمية. انا استخدمت حوالي 5 صوابع كبيرة من السوسيس، وهحطهم في بولة كده واحط عليهم 3 معالق كبيرة من الزيت واقلب كويس خالص. وبعد كده هجيب الصينية بتاعتي واحط فيها السوسيس كده، واكون مسخنة فرن مسبقا على درجة حرارة 250، وادخلهم الفرن لحد بس ما يستووا. بياخدوا 10 دقايق بس مش اكتر. ممكن نستبدل الخطوة دي بان احنا نقلي السوسيس في الزيت وبعدين نقطعه حلقات، بس انا حسيت ان كده اخف بكتير، مستهلكناش زيت كتير، فالموضوع كده اخف بكتير معانا. بعد كده هجيب الفلفل الالوان واقطعه شرايح بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بيفرق قوي في النكهة. وعلى فكرة ممكن برضو تعملوا نفس الوصفة دي بأي حاجة تاني غير السوسيس. هنا بوريكم لما طلع من الفرن بصوا استوى ازاي ولونه اتغير خالص، اخد لون كده محمر، يعني محمر شويه كده، فكده تعرفوا ان هو استوى. بعد كده اجهز الصوص بتاعي عباره عن 3 معالق كبيره من الكاتشب و3 معالق كبيره من المايونيز ومعلقه كبيره من المستردة، وهقلبهم كويس خالص. وهنا دي الخلطه اللي هستخدمها وهدهن بيها السندوتشات في الاخر. عباره عن 3 معالق كبيره من صلصه الطماطم ومعها علبه زبادي، وهقلب كويس خالص لحد ما التكتلات بتاعه الزبادي تختفي تماما. وبعد كده على نفس الخلطة دي هروح جايبة معلقة كبيرة من الزيت وهقلب كويس خالص. كده الخلطة دي ممتازة جدا، هتخلي السندوتشات طرية معانا في الآخر إن شاء الله. ده غير إن الصوص كمان اللي هنحطه من جوه، كل دي عوامل بتخلي الموضوع جوسي ومليان صوص وكمان طري جدا من غير ما ندهن طبقات الجلاش ولا الكلام ده خالص. وهنا هجيب ربطة الجلاش بتاعتي وهقسمها نصين بالشكل ده، وهبدأ بقى أحطهم فوق بعض كده، وبعد كده كل شوية أخد 3 طبقات واشتغل بيهم. أول حاجة هحط الصوص بتاعي وبعد كده الفلفل الألوان وبعد كده شوية حلقات من السوسيس وبعدين شوية جبنة موتزاريلا كده بسيطة. وهبدأ أعمله رول بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهعمل واحدة تانية كده قدامكم. خدت 3 طبقات برضو من الجلاش وحطيت الصوص الأول وبعدين بحط الفلفل الألوان وبعدين بحط السوسيس. زي ما قلت ممكن تستبدلوا السوسيس بأي حاجة تاني عندكم. ممكن لو عندكم بواقي مثلا فراخ بانيه، عندكم بواقي كفتة مثلا، ممكن تعملوا بيها بأي حاجة تستخدموها من جوه، يعني أي حشوة العبوا في الحشوة براحتكم. بعد كده شوية موتزاريلا وبرضه هلف رول بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بصوا وهحط بقى اجيب صينية فيها ورقة زبدة وهدهن ورقة الزبدة دي بزيت كويس يعني كده، يعني معلقة زيت كبيرة كده وادهن بيها ورقة الزبدة عشان الجلاش بتاعي ما يلزقش من تحت، وكمان ياخد لون كده تحمير شوية من تحت يعني، فيبقى ظريف في أثناء الأكل يعني. بعد كده هبدأ أدهن الخلطة بتاعتي اللي هي عبارة عن صلصة الطماطم والزبادي ومعلقة كبيرة من الزيت، وقلبتهم كويس مع بعض وهدهن بيها الجلاش كويس خالص بالفرشة كده. اتأكد ان ايه يعني وزعت الخلطة كويس في الجناب وعلى الوش وكل حاجة، وبعدين احط شوية جبنة موتزاريلا بسيطة كده. بعد كده بجيب شوية سمسم متحمص وهبدأ اوزعه على السندوتشات كده، بيدي شكل حلو قوي في الاخر.
وانا اصلا كنت حاطاه بهدف ان هو يدي شكل حلو، بس كمان طلع انه بيدي طعم حلو قوي، وانت بتاكله كده هتحسه بيه، يعني بيدي طعم حلو قوي. بعد كده بقى اكون مجهزه الفرن بتاعي برضو سخن على درجه حرارة 250، وهدخل الصينيه بتاعتي لحد بس ما الجبنه تاخد لون كده ظريف معايا. بصوا بقى بيطلع بالجمال ده، بصوا لونه خطير جدا وطري جدا، هتشوفوا دلوقتي برضو هوريكم تاني قد ايه هو طري. بصوا، يعني انا بس هو سخن جدا فانا مش عارفه امسكه قوي يعني. حتى هنا برضو بقطعه بالسكينه، مش قادره امسكه يعني خالص لانه سخن جدا. وطبعا لو عايزين بقى الجبنه تمط معاكم كده زودوا الجبنه موتزاريلا شويه، بس انا طبعا ما زودتش، يعني قلت ايه على قد برضو اللي موجوده عندي وكده يعني. بس وبصوا شكله بقى جميل ازاي. اتمنى تكون الوصفه كانت خفيفه كده عليكم، وتكونوا اتبسطتوا، وتكون مشاهده ممتعه يا رب. وشكرا جدا مشاهدتكم ومتابعتكم، واتمنى ان انتوا تاخدوا لفه في القناه وتتفرجوا على كل الافكار والوصفات اللي بقدمها. وشكرا جدا ليكم.